الفهم هذه نعمة كبيرة أختي، ربي يفهمك، يسموه الفهم. نعمة باه تفهم. كي مسكين راه حاسب راه فاهم بس صعب تقول لها كيش راك فاهم، يقول لك انا دكتور دولة في هذا التخصص. أودي مسكين، هذا قنت راك لاقفه. هذا العلم تاعك التخصص هذا قنت في وسط مئات العلوم. ماك سامع كاع التخصصات الاخرين كي دايرين. هو شاك حاسب زعما هو فاهم اش هي. هو لما فهمكش ربي قعد مش حامل واحد لي الذكاء تاعه خلاه يشك في ربي. أعطاه الله ذكاء ولم يعطه زكاء. كيف ذي قليل اللي فاق بها شيخ الإسلام الله يجازيه خير، الرد على المنطقيين. خاطرش الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السابع الميلادي. في ذاك القرن كي تقرا العلوم تصيب علوم كثيرة كانت كاينة، الهندسة، الفلاسفة تاع اليونان، الشعراء، فلاسفة أثينا، الرافعة، التصوير، علم كبير كان ذاك القيس. لكن من جاء القرآن ما تكلمش كاع على ذا العلم، سماهم كاع راهم في ضلال. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، كاع العلم سماه ظلمات، من الظلمات إلى النور. هذا يخلينا نفهموا باللي فيه هذا التسابق الزمني والحضاري. ومع وجود هذه العلوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له الله ينبغي أن تتعلم من الفرس والروم وآثينا عذبه تدعوهم إلى الإسلام. طلبنا للعلوم الكونية لا يجعلنا ننبهر بأصحابها وننباطح ونفرط في ديننا، فالعز كل العز في ديننا. نحن نطلب هذه العلوم حتى نيسر الحياة، ما نعيش وتكون عندنا سيادتنا إلى آخره ولا يملى علينا من الخارج. بصح ما نسوش ديننا هو كلش. الدين هو كلش يا إخوة الإيمان. ربي قال باللي هذو كاع راهم في ضلال. هذوك اللي كانوا في وقت سيدنا النبي بذوك العلوم سماهم ضلال. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت. النفش هو الرعي ليلا هيك، هو زعما الغلم تاعه طاحت في الليل، طاحت في الجنان تاع الاخر كلاته. جاو الشروع عند داود عليه السلام. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. سليمان أعطى حكم غير حكم داود، مع أن داود هو أبو سليمان. ومشي غير في ذي فاني في قضية النساء. النساء يعني زوج تاع نساء وحدة كبيرة وصغيرة، يعني تخاصموا في رضيع صغير. خاطر كل وحدة كان عندها ولدها جاز ذي بدا واحد، هي كل وحدة قالت هذا ولدي ياك. هي داود أعطاه للكبيرة باعتبار عندها تجربة وتنتهى فيه إلى آخره. لكن سليمان ما خالفه عليه السلام. سليمان قال لهم جيبوا لي موس نقطعها على زوج ودو نص نص. الصغيرة بكات قالت لها لا غير يعطيه لا، قال انت موه. ففهمناها سليمان. وفاني في قضية الغلمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. وتعجب لهذا النبي سليمان من المدللين تعرف، أعطاه الدنيا والدين سبحان الله. ولقد فتنا سليمان. شو تفسير الفتنة هنا؟ تفسيرها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. تفسير الفتنة كي يقول لك شو واحد تفسير الفتنة قول لها الله أعلم، هكا تفسيرها. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. وتمنى يطوف كاع النساء تاوعه في ليلة واحدة
كل واحدة تولد له فارس ويقاتلوا في سبيل الله، وأعطاه ربي نص ولد. وألقينا على كرسيه جسدا، ماهوش كامل. ثم أنا قال ربي اغفر لي وهب لي، اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. البعدية هذه زمنية ولا نسبية؟ من بعدي كي يقول من دوني، فمن يهديه من بعد الله، من دون الله، ماشي بعد زماننا تاع الله، لأن الله هو الآخر ليس بعده شيء. وكاين يقول من دوني، اللي من بعدي هي بزاف، يعني قاعد يجي مورايا ما يتصرف ليش في ملكي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الجني اللي جاي يوسوس له في الصلاة، قال لولا دعوة أخي سليمان، وكان مشي سليمان يعني مخلي ما طلقاش، هذا أسره، لكن هذا من جند سليمان. وربي اعطى سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كيش تجمع بين هذه رخاء وبين غدوها شهر وروحها شهر؟ ثم كان عندها السرعة، ثم الغدو شهر والروح شهر. كان يركب فوق بساط هذا القوم هو الأهل تاعه، وتجري بهم الريح في نهار قد شهرين السرعة تاعها. ومع هذه السرعة لم تكن مزعجة، كانت رخاء، معناها هي في غرفة بس تجري بس قبل ما ينزل يعني عادي. رخاء حيث أصاب، حيث أراد وين ما بغى. والشياطين كل بناء وغواص 3 أنواع. كاين شياطين كانوا يبنوا عنده، يبنوا له كما قال ربي في سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جفنا هي القصعة كل جوابي، كما الحوض تاع الماء اللي يجمع فيه الماء. وقدور الراسيات، قدرة قد الجبل، بيوكل كاع العسكر تاعه، جنود، جيش، طيور، بشر، ألوف تاع الخيل اللي ضحى بها من أجل صلاة العصر، خرجها من ملكه. المسح في السجون العلماء كل واحد مطلع. هذو غير اللي يبنوا عندها، الجنود اللي يبنوا شياطين. كاين شياطين اللي يخدموا في البحر، ولا بناء يبني، وغواص يغوص ويجيب اللآلئ والزبرجد يخرج. والاخرين رابطهم اللي يبغوا يقبحوا، واخرين مقرنين في الاصفاد. مقرون زعماك رابط له يديه مع رقبته في الاصفاد، في السلاسل والاغلال. هذو قاع عطاهم ربي سليمان. ومتالي قال له ربي هذا عطاؤنا فمنن، لا بغيت تمت ولا طيب ما تمتش، فمنن او امسك بغير حساب، ما نحاسبكش. وإن له عندنا، وزيد فاني قال له عندك قيمة عندي، ومن تموت عندك قيمة أكثر. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، خير كبير. جمع الله له بين النبوة والملك، وحذاه ثم الآخر كمله كاع أيوب. فانظر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا عطاء وهذا عطاء. وللزوج قال عليهم ربي إنا وجدناه صابرا على أيوب نعم العبد، قال للزوج عليهم قال نعم العبد إنه أواب. فهذا سليمان أعطاه ربي الفهم، ففهمناها سليمان. فذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان. داود هو الوحيد قال ربي أنت خليفة كما آدم قال أنت خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. وداود فاني قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وداود هو اللي قلع آدم، قال له قلع من عمري وزيد لولدي داود. عجبه من مسح ربي على ظهر آدم وسقطوا قاع الذرية، شافه يبرق، قال هذا شكو؟ قال له ولدك داود، شحال يعيش؟ قال له شحال؟ قال له قلع من عندي بصح مين جات الأجل آدم قال له أنا مازال ما نموت. قال له بصح لقد أخذت من عمرك وعطيتها لولدك داود.
وربي كرمهم للزوج، فمد في عمر هذا وهذا، وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وربي خص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة، خصه بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وربي أعطى سليمان منطق الطير، يعني حل هذا المجال، يفهم الحيوانات، الطير من يهدر، منطق الطير، يفهم النمل الفاني. فتبسم ضاحكا من قولها، معناه كانت عنده شهرة حتى عند النمل وحظوة عند المخلوقات إلى آخره. بوه فاني داود عليه السلام، يا جبال أوبي معه والطير، كانت الجبال تذكر معه ربي، تردد معه، والطير فاني محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هو الإيضاح، البلاغة على قول، أما بعد هذه قول ضعيف، وكي يفصل بين المتخاصمين فاني. وشد ربي ملكه يعني قواه، يعني عائلة عجيبة، بصح كان عندها صفة ديما مذكورة في القرآن، هي الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لي ليبلوني أشكر أم كفر. حيثما وجدت هذين النبيين على العموم تجد الشكر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل، فاني علي رضي الله عنه كانوا حاسبين الصحابة راه يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، اللي راه يقريه وحده خش يفهم عادي. قال لهم لا، غير نحضر معاكم بصح ربي عاطيني فهم. سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لها كاش ما راه يقريك وحدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة، كانت عندها صحيفة عالية رضي الله عنه يهضروا عليها أصحاب علم الحديث كثير، يعني قال لها هذا فهم فقط، ربي زيدني الفهم أكثر منكم. وكان فيها العقل، يعني كان العقل في ذيك الصحيفة، يعني الديات يعني الدية وكذا، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا العلم اللي كان عنده في الصحيفة. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، هذا وختم عمر من وصى أبو موسى الأشعري، وصاه قال له الفهم فيما أدلي إليك، فالفهم نعمة من الله تعالى على عبده، وهو نور يقذفه في قلبه يدرك ما لا يدركه غيره، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره، مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. هنا يتفاوت العلماء، حافظين للزوج الرواية، بصح في الدراية في الفهامة كاين عالم وعالم. الشافعي كان من ذا النوع، كان يخرج من القرآن أمور عجيبة الناس تدهش. هل يرث اليهودي النصراني؟ الشافعي قالوا له اليهودي يورث النصراني، قال لهم راهي في القرآن باللي يورثه، خاطش اليهودي ما يورثش المسلم والمسلم ما يورثش اليهودي، الدين ما عندهمش دين واحد، بصح ربي قال لكم دينكم ولي دين، ما قالش لكم أديانكم. شو الشافعي وراه، فسمى بقية الأديان وصفهم باللي دين واحد، فقال يتوارثوا له، معلش مين كان أهل الذمة عايشين تحت المسلمين. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الوراثة النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1000 بواحد. هذا شيخ الإسلام أعطاه ربي عقل هاك، يقول هو ما كانش عنده مكتبة، ابن تيمية ما كان يستنسخ، زعما يسلف عليك كتاب كتبه ويردها لك. الشيخ ابن راجب تلميذه كان عنده مكتبة كبيرة، ابن راجب كانت زوجته تقول له هذه المكتبة أشد عليا من 3 ذرات، كنا تزوجت عليها 3 خطرات وحرفت ذا الكتب، ما كان ناسيها مرتها.
ابن القيم كان عنده مكتبة كبيرة كبيرة، عاش بها ولده يقول لك الرقم تخلع، عاش بها 40 عام ويأكل في دراهمها، باعها 40 عام، توري لك شحال عندها كتب. كانوا يقول لك بكري مش يضروك يجيبوهم لك في الطيارة، تروح خراسان تجيب كتاب. إذن هذا عدة، شوف الشيخ هنا شقد، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1000 بواحد. سبحان الله، الشيخ قال لك ثم كاين عالم اللي يعوض 1000 عالم. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنه، وقد سأله عمر ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله. صحيح، من سقسى ابن عباس سقسى عمر على إذا جاء رسول الله. الصحابة أصحاب بدر فهموها على الظاهر، بصح هو فهمها باللي رسول الله قريب يموت صلى الله عليه وسلم، لأن المهمة تاعها كملت إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس، شوف فهم تاع ابن عباس وكان صغير وقال اللهم علمه التأويل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم بلي هذه راهي تنعي في النبي صلى الله عليه وسلم، وبلي هذا الأمر خفى على كبار الصحابة. وانظر إلى موافقة عمر له على ذلك. عمر قال له ما أعلم منها إلا ما تعلم، كي ماك فاهمني فاهمها. اسمع عمر فاني كان واصل ذا الموسى، وخفائه على غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، ابن عباس كان هو الصغير بهم. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجل لولا الفهم الخاص؟ وين راهي الصورة؟ في الصورة ما ذكرت قاعد لي رسول الله يموت صلى الله عليه وسلم، بس هذا فهم خاص، فهم كبير. ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. هذه يعني اللي عطيه ربي الفهم يكفيها النص، واللي فهمها ناقص النص ما يكفيش، يحوس منه ومن يزيد من كلام الناس باهي يفهم. هذا هو يعني هذا من الله سبحانه عز وجل. خطرت واحد قلبه ينحرق يشوفه ولادنا كاين ذكي جدا جدا هو يقرا في تخصص قاع خاطئ، هذا مما يدمر الإنسان. يعني كاين بعض الناس لو كان قراوا واحد التخصصات يطيروا مشي يولوا علماء، لكن يدمروا في تخصص خاطئ. هي يقرا فيه ماشي هذيك هي. وهذا على التوجيه صعيب 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 صعيب. أخطر مديرية فرعية في الوزارة تاع التربية هي مديرية التوجيه. مع الأسف ذو خوتنا وخدمنا معهم كاين ناس لا يمتون إلى هذا التخصص بصلة وقاعدين في ذيك الرحمة. هذا هو. ولهذا شحال من واحد مدمور في تخصص واحد آخر، لأن المقاييس تاع التوجيه دايرة كيما يدير فيها واحد في بيروه يتجمع ويدير فيها ملايين تاع طلبة يتوجهوا، والقرار عند واحد ولا زوج يخمم كيش يوجهها. وربما هذا الشريعة هذه يوجهوا لها الضعاف يرسلهم يقروا الشريعة، خاش مازال ما عرفوش تاهي الشريعة. وخطورة تصنع ناس في تخصص ما يملوش فيه ما ينبغي أن يملأ، وهو من أخطر التخصصات إن لم يكن أخطرها. هذا هو. تراش تبان لنا احنا هذه رياضيات وطب وقاع فورع للشريعة، والله لك تلعب راك تزعق مازال ما عرفت شيء الشريعة. خاصها يتبان لك كيما الموسيقى وهذا تخصص تعقلت.
وقد عشنا هذا، مشينا نهضروا غير هكا خيال. عشنا هذا خوتي. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله أولا وآخرا.